لحلقة جديدة من بودكاست قهوة على الكنبة، المكان اللي بنتكلم فيه وكأننا قاعدين كده مع كوباية قهوة وبنتكلم براحتنا. موضوعنا النهاردة عن الصداقة، العلاقة اللي بنعتبرها من أجمل العلاقات الإنسانية اللي مفيش فيها ضغوطات ولا مشاكل كتيرة، ويعني بتكون أقل تعقيد من العلاقات التانية، لأن طبعا الصديق أو علاقة الصداقة نفسها بنلاقي في حد بيكون فاهمنا بيسندنا وبيكون دايما موجود معانا في اللحظات اللي احنا بنحتاجه فيها وبيسمعنا وبيتكلم معانا والكلام ده كله. طيب، يعني ايه أصلا الصداقة الحقيقية؟ مش مجرد كده مشاركة للضحك والخروج وإن احنا بنتبسط مع بعض ونتكلم، لأ. الصداقة بتبان عندي وقت الجد أو وقت الشدة، وقت ما تحس إن الدنيا بتضيق عليك خلاص وتلاقي شخص موجود علشانك. لما يكون في أزمة ونجري على شخص معين اللي احنا نروح له نتكلم معاه، هو ده تعريف الصداقة. وكمان حلو، موضوع مهم جدا إن الصداقة مش شرط تكون مع حد نعرفه بقالنا سنين مع بعض من زمان، ممكن نكون تعرفنا عليه من سنة من سنتين من كام شهر، بس تكونت ما بيننا علاقة صداقة قوية. كمان في ناس ممكن نكون عارفينهم من وقت قصير يكونوا بالنسبة لنا أعز من ناس احنا نعرفهم بقالنا كتير. كل دايما كده بتقول إن الصديق وقت الضيق. الحقيقة إن الصديق الحقيقي هو اللي موجود على طول، وقت الضيق وقت الفرح واحنا مبسوطين واحنا زعلانين، مش بنروح بس نجري عليه وقت ما نكون متضايقين او في عندنا مشكلة. بنروح لصديقنا ده نحكي له على انجازاتنا، على حاجات بسطانة، حاجات مفرحانا، الحاجات الحلوة زي الحاجات الوحشة. عايزاكوا كده تبدأوا تفكروا في مواقف فعلا حسيتوا فيها ان الشخص اللي قدامكوا ده فعلا صديق يستاهل انه يكون موجود في حياتكم. زي مثلا كان في موقف كده ظريف، كان في بنوتة، الكلام ده من اكتر من سنة، وهي كان عندها مشكلة او ازمة فكانت بتكلمني على الواتساب وبتقولي انا حصل عندي كذا كذا. هو انا علاقتي بيها مش قوية قوي، احنا مش اصدقاء اللي احنا اصدقاء مع بعض على طول والكلام ده، ولكن لما لقيتها بعتتلي على الواتساب انا حصل لي كذا، حسيت ان هي محتاجة حد يتكلم معاه دلوقتي. على طول رحت رفعت سماعة التليفون ورنيت عليها وقلت لها في ايه، احكيلي. طبعا احنا علاقتنا مش كبيرة او احنا مش اصدقاء مقربين، فلقيتها بتقولي انا ما توقعتش انك تعملي كده، ان انا مهتمة بيها او اللي انا خايفة عليها لدرجة اللي انا ما روحتش رديت عليها على الواتساب، لا ده انا روحت رنيت عليها علشان تتكلم معايا وتفضفض معايا. فتخيلوا الموقف لما تكونوا محتاجين حد او تكونوا مثلا في موقف معين وفجأة تلاقوا كده حد كلمكوا او حد كان معاكوا في اللحظة اللي انتوا كنتوا فيها دي، تعرفوا ان الشخص ده هو فعلا اللي يستاهل انكوا تكونوا دايما معاه. فينا بقى سؤال، هو ازاي نحافظ على صداقتنا؟ صداقة عاملة زي الزرع، لو اهتمينا بيها وادانا لها المية الكافية ليها وحطيناها في الشمس والكلام الحلو ده كله، ايه اللي هيحصل؟ هتكبر وهتستمر وهتطلع لنا انتاج وكل حاجة حلوة. ولكن طبعا لو اهملناها، وزي ما قلت في البداية برضو ان احنا ما نكونش مع اصدقائنا في وقت الضيق بس او وقت الشدة، لا، احنا اصدقاء بنشارك مع بعض كل حاجة. ازاي بقى
أحافظ على الزرعة بتاعتي أو بين قوسين كده الصداقة بتاعتي مع حد معين، لازم دايما يكون في بينا تواصل. لازم يعني ما نقعدش بقى نقول ايه لما هي تكلمني، لما هي تبعت الأول، لما تبقى ترن عليه، لأ، نحاول اللي احنا نبادر مرة هي مرة، علشان خاطر ما نحسش ان يعني بعد فترة هلاقيها ما عادتش بعتتلي تاني، ما عادش كلمتني تاني. ليه؟ لانها حست ان هي تقيلة عليا من كل مرة هي اللي بتبعتلي، فممكن هي تحس الاحساس ده وانا مكبرة دماغي اللي هي لما مثلا تبقى تبعتلي فانا هرد عليها. ولكن انا لو في مرة انا بدأت وبعتلها وسألت عليها انا في مرة، انا كده بكبر الزرع. تاني حاجة وهي التقدير. في حاجات كده بشوفها، هم يعني معرفش نقول عليهم صحاب ولا لأ، ولكن في صحاب أو أصدقاء بيكون في عندهم حتة كده إن هم عايزين يقللوا من صحابهم اللي قدامهم، أو هم مثلا قاعدين في تجمع فيروح يهزر على صديقه اللي قاعد، المفروض إن ده صديقك صاحب عمرك، يروح يقل منه مثلا قدام حد أو يستهتر مثلا بحاجة هو بيعملها. طبعا الكلام ده غلط، والكلام ده ممكن يكون ساعات بعفوية، أو في ناس ساعات بتكون أصلا هي شايلة جواها فما بتصدق فرصة من دي عشان تطلع اللي جواها. فأنا عندي إن الشخص ده مش هيكون صديقي بجد. وتاني حاجة، طول ما أنا مش بقدر الشخص اللي قدامي عمر ما علاقتنا مع بعض هتكبر. طبعا التقدير ده مهم في أي علاقة في الدنيا، مش بالصداقة بس. تالت حاجة وهي التسامح. ممكن علاقة الصداقة دي هي أحسن علاقة يكون فيها تسامح، إن احنا مثلا بنتغاضى عن أي غلط مثلا صديقنا بيعمله. طبيعي إن هو يغلط ومش بتكبر بينا المشاكل كتير والكلام ده. فأنا أحدد كده التلات نقط دول لو أنا عايزة علاقتي بأصدقائي تكون حلوة، يكون في عندي تواصل معاهم، تقدير ليهم، وتسامح لأغلاطهم. طبعا لو الأغلاط قبل إن هي تتسامح، مش مثلا راح عمل لي مصيبة أو عمل لي أي كارثة كبيرة وأروح أسامحه عليها. وفي نقطة مهمة برضو، نقطتين الصراحة. أول نقطة إنه الصداقة مش لازم إن احنا نتقابل كل يوم ونتكلم كل يوم والحاجات دي. الصداقة عادي ممكن إن احنا ما نشوفش بعض فترة كبيرة، ولما نتقابل بعد فترة وكأننا كنا لسه قاعدين مع بعض امبارح. فدي بتبقى نقطة حلوة جدا، تلاقيهم عمالين يتكلموا في مواضيع وحصل كذا وحصل كذا، ولا كأنهم كانوا قاعدين مع بعض امبارح أصلا. والنقطة التانية برضو إن الصديق مش لازم نكون قاعدين نتكلم 24 ساعة في كل حاجة، لأن الموضوع ده ممكن يعمل شوية ملل، أو مش ملل، يعمل شوية مشاكل أكتر لما نلاقي نفسنا مجبورين اللي احنا نتكلم مع شخص 24 ساعة. فممكن يسبب عندي مشاكل، طبعا الكلام ده حقيقي جدا. فمش معنى ان هو ده صديقي المقرب اللي احنا لازم نتكلم كل 24 ساعة. ممكن عادي نتكلم شوية، نصبح على بعض، نمسي على بعض، اخبارك إيه النهاردة، عملت ايه النهاردة، يومي كان فيه كذا كذا كذا، وخلاص. واحنا برضو اصدقاء وبنحب بعض والدنيا جميلة. في هنا بقى نقطة مهمة يعني ظهرت مؤخرا في العصر الحالي اللي احنا فيه، وهي صداقة الإنترنت. لما بنصاحب ناس احنا ما نعرفهمش في الواقع بتاعنا، فهل صداقة الإنترنت دي فعلا بتكون حقيقية؟ في الحقيقة إنه أنا مش مع صداقة الإنترنت. في الحقيقة يعني مش مع إن أنا أكون بتواصل مع حد أنا ما شفتوش على أرض الواقع، ولا بتجمعنا مثلا كنا مع بعض في مدرسة أو في شغل أو في جامعة. ما أعرفش، ما بحس إن الموضوع ده مش داخل دماغي خالص.
لأنه طبعا أكيد في ناس كتيرة شافت بعينيها ناس ممكن يكونوا صداقات على الإنترنت، واللي حصل إن الناس دي نواياها ما كانتش كويسة، فبالتالي اللي حصل إن هما استغلوهم بالعكس، أو إن هما مثلا ضروهم بحاجة وحشة. طبعا كل واحد ورأيه، اللي بيرتاح مع ناس هو يعرفهمش عادي، اللي بيرتاح مع الناس اللي يعرفهم عادي، دي مفيش فيها أي مشكلة. يعني في الآخر هي مجرد آراء. طيب، في هنا بقى طبعا يعني بمناسبة ال السؤال بتاع صداقات الإنترنت ده، هو احنا فعلا لازم نكون شايفين الشخص صديقنا ده علشان نعرف نكون معاه صداقة؟ هل أنا مثلا لو عمالة بتكلم في شات مع شخص من غير ما أعرف شكله عامل ازاي، أو هو مثلا بيكلمني دلوقتي هو فين أو منين، هل ده ممكن يكون طبيعي، أو اللي أنا أقبل اللي أنا يعني أعيش في الحياة دي أو في الصداقة دي؟ طبعا أنا زي ما قلت، أنا بالنسبة لي لأ، في ناس ممكن توافق عادي إن هي تتكلم مع ناس ما تعرفهمش، فكل واحد يقولي هو مع الموضوع ده ولا لأ. انكوا تكونوا عارفين الشخص اللي انتم مصاحبينه ولا ما تعرفوهوش. دلوقتي بقى عايزين كده نعمل فقرة تفاعلية، عايزاكم تحكولي بقى في كومنت كده يعني عن ذكرياتكم مع أصدقائكم، وفي وقت انتوا كنتوا فعلا محتاجين في حد جنبكم ولقيتوا في صديق جاي يلحقكم، وفي نفس الوقت برضو عن مواقف مضحكة أو حاجة يعني كده خلتكوا تحسوا انه فعلا الشخص ده هيكون صديقكم، او ان هو مناسب ان هو يكون صديق ليكم. في النهاية بقى عايزة اقول ان الصداقة مش مجرد علاقة عابرة، ان احنا اصدقاء كده وخلاص، ولكن هي كلها علاقة دعم وحب وتفاهم. حافظوا على اصدقائكم وقولوا لهم ان وجودكم مهم جدا في حياتنا، وان الصداقة ديت من احلى ومن ارقى العلاقات الانسانية بين البشر. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة، بتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، وكمان اشوفكم الفيديو الجاي على خير. كونوا بخير، الى اللقاء.